كيف أن العمرة والحج بتطهر قلب الإنسان إمم. قبل بدنه؟ في كل صلاة بنتطهر بالوضوء. إمم. اختص العمرة والحج بتطهير القلب قبل البدن. إمم. إيه المناسك أو إيه الظروف أو إيه الأجواء اللي بتطهر فيها القلب في رحلة العمرة والحج؟ أول شيء هو تجديد النية الأول. تجديد النية، أنا داخل أي عبادة ليه؟ أراجع نفسي الأول، أنا رايح أأدي الحج ليه؟ أنا رايح أأدي العمرة ليه؟ أولا لتنفيذ ما أمر الله به الحاج. تاني حاجة آخذ ثواب اللي أعطاه الله عز وجل. زي إيه يا مولانا؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ الحجاج والعمار وفد الله تعالى. إيه تاني؟ ده أنت ضيوف، يعني نحن كلنا ضيوف عند الله عز وجل. الحجاج والعمار وفد الله تعالى. اسمعوا لك إيه؟ دعاهم فأجابوا. إيه دعاهم فأجابوا؟ لما ربنا قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أبي يا رب أنت دعيت وأنا فعلا أجبت، إيه اللي تعطيه؟ قال لك دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. يعني أنت رايح أي سؤال أو أي مسألة، أحسن الظن بربك وقول يا رب أعطني وأعطني وأعطني. مش بس كده كمان، وخلي بالك حاول بقدر الإمكان أن يكون لك غاية في الحج. إيه الغاية؟ هي رضا ربنا عز وجل. إيه الغاية؟ إن أنا أفوز بجنات الله عز وجل. إيه الغاية؟ إن أنا أحشر مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنة النعيم.